أنواع طائر الحسون. يتميز طائر الحسون بتعدد أنواعه والتي قد تختلف فيما بينها من حيث الشكل والحجم، وكذلك مكان الانتشار، ومن بين تلك الأنواع ما يلي: 1. حسون الشوك. ينتشر ذلك النوع من طيور الحساسين من شمال أوروبا حتى روسيا، كما أن البعض منه يعيش في شرق قارة آسيا، ويتخذ الغابات كانا له، ويقوم ببناء عيشه فوق أغصان الشجر، ويتغذى على الحبوب المنتشرة حوله، وكذلك الحشرات. وتتزاوج تلك الطيور، وتضع عدد يتراوح بين 2 إلى 6 بيضات. 2. حسون الجولدياني. يعد ذلك النوع من الطيور المهدى بالانقراض، وينقسم فيما بينه إلى 3 فئات، وهي حسون الجولدياني أحمر الرأس، أحسون الجولدياني أسود الرأس، أحسون الجولدياني أصفر الرأس. ويعد ذلك النوع من الطيور المهاجرة، حيث إنها تعيش في الغابات الشمالية التي تقع في قارة استراليا، وكذلك في السهول الاستوائية، وهذا في فصل الصيف، ولكنها تقوم بالهجرة ناحية الجنوب عند قدوم فصل الشتاء. 3. حسون الكرز. يعد ذلك النوع من أصغر الطيور حجما، حيث أن طوله لا يتجاوز 10 سنتيمتر، ويعيش في كل من أوروبا واستراليا. وتتكاثر تلك الطيور، حيث تقوم الأنثى ببناء عش صغير الحجم لا يتجاوز طوله 15 سنتيمتر، وتضع به عدد من البيض يتراوح بين 2 إلى 4 بيضات. 4. الحسون الرمادي. ينتشر ذلك النوع بشكل أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وبشكل أكثر تحديدا في حقول الشوك الواسعة، مثل ولاية نيو مكسيكو، وولاية كاليفورنيا، وغيرهم. وقد يضطر الحسون الرمادي إلى الهجرة تحت ظروف ما، مثل نقص الماء أو الطعام، وكذلك عند قيام الإنسان بالتدخل في الوسط الذي يعيش فيه. أكنه يقوم بعملية الهجرة متجها من الغرب إلى الشرق، وذلك على النقيض من الكثير من الأنواع التي تهاجر من ناحية الشمال إلى الجنوب.